السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ نتمنى تكون كاع اموركم بخير وعلى خير. في هذه الحلقة ان شاء الله غادي نهضروا على موضوع جد مهم في تطوير الذات، الا وهو واش انت واخد راسك كعدو ليك او لا مصاحب مع راسك. وقف معايا واحد شويه وسول راسك هاد الاسئله: واش الدماغ ديالي كيخدمني وكيعاونني اولا غير كيرجعني للور؟ واش كيعاونني نزيد لقدام ولا غير كيهدم فيا؟ واش كيشجعني اولا كيبقى يقول لي راه ما غاديش تقدر ديرها؟ راه فاش كتفيق في الصباح اللي كيبدا يهضر معاك ماشي الناس، انما هو الدماغ ديالك، هو هذاك الضمير، هو العقل ديالك. والمشكل الكبير هنا هو ان العقل ديالنا خاصنا ضروري ما نربيوه، حيت الا ما تحكمناش فيه ولا ما ربيناش ديما هو كيختار الحاجه السهله، ولو تكون انت مأزم وفي وضعيه اللي يرثى لها هو ديما كيبلوكيك، كيقول لك انت اللهم تبقى في هادشي اللي فيه انت دابا، او راه دير شي حاجه اللي انت ما عارفهاش، كيخليك ديما خايف من هذاك المجهود، وانت اصلا مأزم شنو غادي تبدل، شنو غادي يطرا الا مشيتي درتي شي تغيير ولا درتي شي محاوله. وانت اصلا غارق عليك اللهم ندير شي محاوله. هو لا، وما كيعاونناش باش نفكروا هكا. العقل ديالنا ديما كيختار الحاجه السهله في حاله انت كنتي معودو على الخمول. كاينين جوج الاصوات اللي كتعيش معنا: الصوت اللي كيشجعك، كيبقى يهضر معاك بحب وكيبقى يقول لك راك قادر، راك غادي توصل، وحتى الا طحتي ماشي مشكل، نوض وكابر وغادي توصل ان شاء الله لداكشي اللي كتمناه. وصوت واحد اخر خبيث كيبقى ديما يشكك فيك، كيبقى ديما ينقص من القيمه ديالك وديما جارك اللور، وكيبقى ديما يقول لك ايوا شكون انت باش تحلم، راه فات عليك الفوت، راك انت ماشي قد هادشي. وفين كتكبر الازمه كاع هي ملي كتسد ودنك على داك الصوت الايجابي اللي عندك لداخل، وكتبقى تيق في هذاك الكذوب اللي هذاك الصوت السلبي اللي ديما كيحطم فيك. الدماغ ديالك سلاح خطير، الا درتيه صاحبك غادي يفتح لك بزاف ديال الطرق، غادي يحمسك، غادي يعطيك افكار، غادي يعطيك القوه والطاقه، غادي يدوزك من وسط من العاصفه وانت واقف على رجليك واخا ما عرفتش اشنو دوزت في حياتك. اما لا درتي العدو ديالك غادي يبقى ديما كيف قلنا في الاول، غادي يبقى يخوفك ديما من التغيير، غادي يبقى ديما مغرقك في هذاك التردد، غادي يقتل الحلم فيك قبل ما يتزاد. كيفاش تقدر تصاحب مع راسك؟ شنو خاصك دير؟ اولا رد البال الافكار ديالك، حيت هي اللي كتصنع المصير ديالك. كل مره كتجيك شي فكره سلبيه اللي تقول لك مثلا ما نقدرش، راه ولا راه فات الفوت، وقف ديك الساعه وقول لا، انا المسؤول على دماغي وانا اللي نختار شنو نقول لراسي، واختار ديما الكلمات الايجابيه. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام باش غير جا وصلنا اننا ما نهضروش مع راسنا خايب، كان كيوصي ويعاود اننا نهضروا مع راسنا بكلمات ايجابيه. ثانيا بدل لغه الحوار الداخلي، بدل الطريقه اللي كتهضر بها مع راسك. متبقاش تهضر مع راسك بحال شي واحد اللي كيبقى ديما يلوم فيه، بحال شي واحد اللي جاي باغي غير يربيه ويعاتب فيه. كنربيو راسنا ولكن بطريقه سلميه مع استعمال كلمات اللي زوينه وايجابيه. قول مثلا انا غادي نحاول، انا غادي نتعلم، غلط ولكن غادي نصلح. راه الدعم الحقيقي خاص يجي من الداخل قبل ما يجيك من الناس برانيين. ثالثا ما تصدقش كل فكره كطيح في بالك، حيت العقل دار بحال شي راديو فيه قنوات مفيده وقنوات سامه، انت اللي كتختار مع من تبقى ومع من دوز الوقت ديالك. رابعا غدي الدماغ ديالك بحوايج زوينه، اسمع الكتب صوتيه الا ما كتعجبكش القرايه، ولا كانت كتعجبك القرايه اسمع الكتب تحفيزيه، اسمع الكلام الله سبحانه، اسمع السيره النبويه او قصص الصحابه،
اسمع القصص ديال الناس ناجحين، اسمع الناس ايجابيين، اسمع افكار جديده باش الدماغ ديالك يلقى البديل ديال هذيك السلبيه، حيت ما يمكنش نقطعوا شي عاده وحنا ما عندناش البديل ديالها. اذا في هذه الحاله العاده السلبيه هي اننا كنتصنتوا بزاف لهذاك الصوت السلبي. باش نبدلوا هذه العاده خصنا ضروري البديل ديالها اللي هي الطاقه الايجابيه اللي كتجينا من التحفيز والكلام الايجابي وحتى من الرفقه الايجابيه. خامسا، خدم على التكرار. الدماغ ما كيتبدلش بقرار، انما كيتبدل بالعادات. كيف ما قلنا في الحلقه السابقه، كيتبدل بالعادات واكيد بالصبر والالتزام بهذيك العادات، لانه الدماغ تقدر دير لي حاجه اليوم وغدا ما ديرهاش وما بيبقاش عاطيها واحد القيمه. اما هو بمجرد ما انك كتبقى كدير الحاجه وتعاودها كتوصل سيغتان مومون كتولي عنده بمثابه عاده اللي كيولي يديرها واللي كترسخ عندنا في اللاوعي ديالنا وكيولي يديرها بلا ما يشعر. واش عارف اغلب المرات العدو اللي كتعاني منه ماشي هو المجتمع، ماشي هو الدولة، ماشي هي الحكومة، ماشي هي حتى العائلة، وماشي حتى الزمان اللي حنا فيه دابا، انما العدو الحقيقي ديالك هو هذاك الدماغ ديالك، هو العقل ديالك. ملي كتخليه بلا قيادة، باللي انت اللي كتعطيه الساروش ديال الفولون ديال حياتك، النورمال هو انك انت اللي خاصك تسوق راسك، انت اللي خاصك تسوق حياتك. هكا كتقدر تحول اكبر عدو ليك اللي هو راسك لاقوى حليف، اي اقوى صاحب ليك. وختامه مسك كيف تنقولوا في جميع الحلقات، راسك اختي او الاخ ديالي يا غادي يطلعك للسماء يا غادي يدفنك في الارض. دابا جا الوقت فين انت اللي تشد القياده ديال الحياه ديالك وتقول راسك من اليوم غادي تكون معايا ماشي ضدي. وكتب لي في تعليق شنو هي الجمله اللي كتسمعها في راسك بزاف وباغي تبدلها بجمله ايجابيه، لعل وعسى واحد اخر يعاونك باش انك تلقى جمله مفيده. وشارك هذه الحلقه مع شي واحد اللي كيحارب في صمت ومحتاج يعرف ان المعركه الحقيقيه كاينه بينه وبين العقل ديالو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.